احنا دلوقتي قدام بوابة 12 الرحاب. كتير مننا يعرف المكان دوت. ادي بنزينة موبل، ادي الرحاب بوابة 13 اهيت، بوابة 14 دي بتبقى الملاك، وادي البنفسج فيلات 1. هنطلع من هنا هندخل يمين على يوسف السباعي، هيدينا منطقة الرحاب هتبقى على يمنا، واراضي كومباوندز على ايدنا الشمال مطروحه، وهنفضل مكملين لحد ما نوصل عند حديقه الاسره. لو كملنا على طول بالمناسبه هنطلع على الدائري مباشره، الدائري وطريق السويس. لو دخلنا شمال هنطلع على التجمع الاول والميراج مول. كل ده بقى شيك كومباوندات ما بينه وما بين طريق السويس. الشارع اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده شارع اسمه يوسف السباعي. يوسف ايه السباعي. ادي كده مدينة الرحاب، الجزء الشمالي بتاع مدينة الرحاب. عشان كده سموا المنطقة ديت شمال الرحاب، لان هي الجزء الشمالي موجود فيه جزء منه تقسيم واتطرح للعاملين بالخارج. فشمال الرحاب دوت يعتبر اراضي بيت الوطن مطروحه للعاملين بالخارج. ترخيصها دي بوابه 16 اهي، ترخيصها بدروم وارضي وثلاث ادوار وغرف سطح وشقتين في الدور. هي عباره عن تقريبا هقول لكم المناطق بتاعتها كام منطقه بالظبط. المناطق بتاعتها عباره عن احرف. الاحرف ديت ارقامها كالتالي: اي ودي وسي واي وبي واي واتش واف وجي وجي. يعني تقريبا حوالي 2 4 6 8 10 مناطق في منطقة شمال الرحاب. كل ده الرحاب القديمة بالمناسبة، كل اللي على يمنا ده الرحاب القديمة. هو بيقول لك ان منطقة شمال الرحاب بيميزها السوق الشرقي، لان هي جنوب شرق الرحاب السوق الشرقي، جنوب شرق المنطقة بتاعت شمال الرحاب ده السوق الشرقي. بس يعني الاتجاه الشرقي بتاعها في المقابر، فدي نبقى عارفينها، والاتجاه الغربي بتاعها في جزء تبع محطة الكهرباء وجزء محطة صرف. فاذا واحنا بنختار في شمال الرحاب لازم نبقى عارفين احنا بنختار اي لوكيشن بالظبط. فمهم جدا في اختيارك، زي ما بقول في النور ساوث. في النور ساوث دي بقى 19 ايه. في النور ساوث بقول لكم ابعدوا عن الضغط العالي، بقول لكم اختاروا شركات كويسه تراست، واختاروا لوكيشن مظبوط، وعدلوا العقد بتاعكم. وكذلك في شمال الرحاب نفس الكلام، اختاروا لوكيشن كويس يكون بعيد عن المقابر، يكون بعيد عن محطه الكهرباء والصرف، وشركه تكون كويسه وتراست. كل الشريط دوت شريط كومباوندات، وده الشريط ده الجنوب بتاعه يوسف السباعي، والشمال بتاعه طريق السويس القديم. لان هم كانوا خدوا طريق السويس وعملوا منه نقله ومرحله ووسعوه كبروه وعملوا طريق السويس الجديد. طيب احنا دلوقتي لو بصينا على شمالنا هنلاقي حديقه الاسره اللي هي فاميلي بارك، هتبدا هي على شمالنا. نركز كده عشان احنا هنبدا في الجزء دوت الحد الجنوبي بتاع منطقه شمال الرحاب. هنبدا الحد الجنوبي بتاع منطقه شمال الرحاب، هنبص عليها ونشوفها مع بعض. طبعا احنا بنحاول نصور شمال الرحاب اخر ابديت ليها. ماشي، هنا كل ده يوسف السباعي، ادي فاميلي بارك. الجزء اللي هناك دوت في هناك هنا محطة كهرباء وهيتعمل محطة صرف. ده الجزء الجنوبي اللي على الميدان. في هنا بنزينة اهي تشيل اوت، وهنا في بنزينة قصادها الناحية التانية بنزينة الامارات. طيب هل الرحاب اتجهزت دلوقتي اللي احنا ندخلها؟ هنشوف. هل شمال الرحاب جاهزة اللي احنا ندخلها؟ هنشوف. ده الحد الغربي اللي هو الشارع ده، الحد الغربي. ممكن نلف دايرة كده ونصور الكلام دوت. ده الحد الغربي بتاع شمال
الرحاب اللي هناك ده، وده اللي احنا هنمشي فيه ده الحد الجنوبي. ماشي، ده شارع يوسف السباعي، ودي الرحاب او امتداد الرحاب او الرحاب 2، دي العمارات الجديده بتاعت الرحاب 2. وده كده زي ما انتم شايفين حرف اللي هو الشريط دوت كده يعتبر حرف الدي، الجزء ده كده حرف الدي اهو. طيب هما لسه شغالين. انا كانت مشكلتي مع شمال الرحاب، ودايما بقول يا جماعه هي تتاخر شويه، فاللي عايز اللوكيشن العام كويس مش وحش، في وشك الرحاب، في وشك طريق يوسف السباعي، طريق شغال هاي واي كويس ما فيهوش اي مشكله. لكن زي ما انتم شايفين لسه بيجهزوا، يعني اللي في وشنا ده حرف الدي، حرف الدي لسه طالع فيه زي ما بيقولوا كده ايه يعني، مش عارف طب ليه ما تسلمش، ليه ما خلص، ليه طالع فيه حاجات مش عارف. بعديه حرف السي، بعديه حرف السي، في عماره مبنيه على الشارع اهو. ايه اللي قلبه جامد ده؟ مين اللي قلبه جامد وبنى خلاص العماره اللي على الشارع دي هتلاقيها في حرف السي ولا في حرف الايه؟ هنشوف لو مكتوب عليها هيبقى حرف السي يا ليها حرف الايه. طيب احنا ده في كذا عماره جوه اهي بدات تتبني بالفعل. احنا هنحاول ندخل، هنحاول نشوف اي فتحه تدخلنا. احنا ماشيين دلوقتي في الشارع الجنوبي، اهي عماره تانيه مبنيه اهي، ده حرف السي، وبعديها هيجي لنا حرف الايه. عايز اشوف ده كده حرف ايه، اي رقم قطعه، اي رقم قطعه هنا مش مكتوبين رقم قطعه. دي بوابه 22، وهنا بيبدا السوق الشرقي. شايفين يافطه السوق الشرقي؟ يافطه السوق الشرقي في وش حرف الايه ده كده. ايه يا جماعه حرف ايه؟ يعني هنا سوق شبك حواليها، جنب دوت كده يعتبر السوق الشرقي في وش حرف الايه. طيب احنا دلوقتي اللي على شمالنا ده حرف الايه، وبعد حرف الايه بتجينا منطقه استثمار او منطقه خدمات شريط كده، يعني النهايه هنا كل ده لحد حرف الايه. احنا كده خدنا الحد الجنوبي يا جماعه، وهنلف لحد دلوقتي. انا مش لاقي دخله من الحد الجنوبي تدخلني، هل الدخله في الحد الشمالي ولا الدخله فين؟ ده كده باب الخروج بتاع السوق الشرقي. طبعا لو كملنا على يوسف عباس على طول، اللي في وشنا اللي هناك ده دار مصر القرنفل. لو كملنا في يوسف السباعي على طول، الشارع ده يطلعنا على بيت الوطن. بالمناسبه الحي التكميلي وشارع التسعين الشمالي على طول، من هنا تلاقي نفسنا في وش التكميلي. طيب ايه النقطه اللي انا بتكلم فيها في موضوع الرحاب؟ الحد الشرقي اللي احنا داخلين عليه ده، اتمنى ان احنا نلاقي دخله تدخلنا جوه شمال الرحاب. يعني على قد ما الموقع الاستراتيجي بتاعه كويس، على قد ما هو لسه حتى هذه اللحظه طالع فيه 5-6 عماير. يعني النورث هاوس سابق بكتير، تكميلي طبعا سابق اكتر. لو بصينا على اليمين كده هنلاقي منطقه المقابر، يافطه اهي المقابر. المقابر دي موجوده في الحد الشرقي من شمال الرحاب. هي ميزه شمال الرحاب انها برضو مستويه، مش فيها مرتفعات كتيره ومنخفضات. فيها بالمناسبه حتت صخريه، في عربيه داخله هناك اهو، يبقى اعتقد الدخول ممكن يبقى من الحد الشمالي. في بوابه هنا في دخله اهيت، في دخله اهي ممكن نخشها ونحاول نشوف احنا موجودين فين. ده الحد الشرقي، وادي المقابر، ادي المقابر. وده اللي انا بقوله، واحنا بنشتري نحاول نشتري من او في حدود تكون بعيده. بالمناسبه في شريط كده، شريط استثماري او شريط خدمات. شريط الخدمات دوت لا اله الا الله وحده ولا شريك له. شريط الخدمات دوت بيفصلنا برضو عن المقابر. المهم وانت بتختار لازم تشوف انت بتختار مع مين وشركه ايه وتعمل ايه بالظبط. في بقى قدامنا في الشمال كده جزء كومباوند ما بيننا وما بين طريق السويس. كده اعتقد شمال الرحاب انتهت، اللي هي حرف الجي. الجزء ده كده حرف الجي اللي على شمالنا دوت حرف الجي، وبدأ الجزء دوت منطقة
كومباوند. الجزء ده كده اعتقد ان هو عشان الكومباوند المفروض ان هو يشيل الضغط العالي دوت. ده الضغط العالي اللي انا بتكلم عليه على طريق السويس اللي هو بتاع النورث ساوث. اعتقد ان هو المفروض هيشيله زي ما انتم شايفين. الجزء دوت طريق السويس الرئيسي اهوت، وكده خلصنا الحد الشرقي والحد الجنوبي بتاع الرحاب ووصلنا ليه. في الفيديو الجاي تابعوني هوريكم جوه شمال الرحاب، او على الاقل نصور الحد الشمالي والحد الغربي. دمتم بخير، لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره، واي حد محتاج اي استفسار عن شمال الرحاب يبعت لي مباشره. تحياتي لكم.